الانتفاع بالأعمال الصالحة في الدنيا قبل الآخرة. أن جعل سبحانه وتعالى عطاءه وإنعامه وإكرامه، وجعل مكافأته وثوابه للمؤمنين على أعمالهم الصالحة وبسبب إيمانهم وأعمالهم التي ترضيه سبحانه وتعالى. ألا وإنه سبحانه جعل كما سمعتم عطاءه ومكافأته وثوابه لعباده المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. ما يخرج من هذه الحديقة أتصدق بثلثه وآكل أنا وأولادي وأهلي ثلثه وأرد عليها ثلثه. بينما أنا في ليلة باردة شديدة البرد، قال قمت وتوضأت وصليت وجثوت على يدي وعلى رجلي ودعوت الله فقمت أمشي. فهذه القصص وأمثالها كثير من أنواع القصص تبين لنا أن الله عز وجل له عناية خاصة بمن أكمل عبادته وبمن أحسن الطاعة. فمنافع الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة إنها لكثيرة، وكيف لا تكن كذلك وهي من الله الذي لا نهاية لكرمه ولا نهاية لفضله وإحسانه على عباده. أفلا تكون هكذا مع الله عز وجل؟ الانتفاع بالأعمال الصالحة في الدنيا قبل الآخرة. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى في 30 من شهر ذي القعدة لعام 1437 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إن من أسماء الله الكريم والأكرم. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إلى غير ذلك من الآيات. وقال ربنا: اقرأ وربك الأكرم. ومن أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، وهذا كثير في القرآن ومعلوم والحمد لله. ومن أسمائه سبحانه الودود. قال شعيب: إن ربي رحيم ودود. ومن أسمائه البر. قال سبحانه مخبرا عن عباده وأوليائه: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
سبحانه وتعالى، فهو رحيم بعباده لا أرحم منه بهم، وهو كريم وأكرم لعباده فلا أكرم منه لعباده، وهو واد لعباده فلا أعظم ودا لعباده منه سبحانه، وهو البر الرحيم فلا أعظم إحسانا منه بعباده سبحانه وتعالى. ألا وإن من كرم الله الواسع ومن إحسانه العظيم وتفضله الكريم أنه سبحانه تفضل على المؤمنين بأن هداهم للإيمان ووفقهم للأعمال الصالحة وقواهم وأعانهم وثبتهم وحبب إليهم ذلك إلى غير ذلك مما جعلهم عباده المؤمنين وأولياءه المتقين وحزبه المفلحين. هذا من فضله وكرمه الواسع الخاص الذي اختص الله به كما سمعتم عباده المؤمنين. ألا وإن من كرمه الواسع وفضله العميم الخاص بالمؤمنين أن جعل سبحانه وتعالى عطاءه وإنعامه وإكرامه وجعل مكافأته وثوابه للمؤمنين على أعمالهم الصالحة وبسبب إيمانهم وأعمالهم التي ترضيه سبحانه وتعالى. فمن كرمه الواسع أن جعل ثواب أعمالهم وجزاء إيمانهم أن جعل ذلك لهم في الدنيا والآخرة، فجعل إيمانهم وأعمالهم الصالحة سببا لإنعامه عليهم وتخصيصه لهم بما خصهم به من العطاء والإكرام في الدنيا والآخرة. ألا وإن إكرام الله وعطاء الله وفضل الله على المؤمنين في الآخرة أظهر وأدوم وأكمل وأشهر. ولهذا كان مجمل عطاء الله في الآخرة لعباده المؤمنين أن نجاهم من النار وأن جعلهم في الجنة في النعيم الأبدي السرمدي المقيم. ألا وإنه سبحانه جعل كما سمعتم عطاءه ومكافأته وثوابه لعباده المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. جعل سبحانه عطاءه وإكرامه وإنعامه للمؤمنين بسبب ما قاموا به من عبوديته، جعل ذلك لهم في الدنيا قبل الآخرة. انظروا ما أكرم العباد على رب العباد، ما أكرم العباد على رب العباد، العباد الذين أخلصوا العبادة له والذين قاموا بحقوقه وقاموا بحقوق عباده. فمن قام بحقوقه وحقوق عباده فذاك الذي عبد الله، وذاك الذي خاف الله، وذاك الذي قام بما أوجب الله، والذي اتقى الله وراقب الله سبحانه وتعالى. ولم يجعل الله الفلاح للمؤمنين إلا بالقيام بهذين الأمرين، إما جملة وإما تفصيلا، وهو أعظم في النفع. أعني التفصيل. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا خالص حقه سبحانه وتعالى. ثم قال: وافعلوا الخير، ورتب على كل هذا لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح
في إخلاص العبادة له سبحانه، وكذلك في أفعال الخير التي ينفع بها العبد غيره. فالعبادة له وإخلاصها له هذا من العمل العظيم الذي يصلح العبد ما بينه وبين الله، الذي يصلح العبد ما بينه وبين الله. والأفعال الخيرية والأعمال في نفع الناس هذه جعل الله عز وجل جعلها من دينه، فأمر بها وحث ورغب وحذر من إهمالها وتركها ومن العمل بما يضادها سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، لنسمع شيئا مما يكافئ الله به عباده المؤمنين وأولياءه المتقين مكافأة خاصة بحسب كمال الصلاح وكمال العلم به وكمال الورع والتقوى في طاعته والإحسان إلى خلقه وإلى عباده سبحانه وتعالى. دلت الأحاديث الكثيرة والأدلة من القرآن الكريم، ولا نريد أن نتوسع في ذلك، على عظيم ما يعطيه الله لمن أحسن في طاعته وإلى عباده. أخرج الإمام أحمد والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق تعمران الديار ويزدن في الأعمار. تعمران الديار ويزدن في الأعمار. فجعل الله هذه الأعمال التي سمعتها سببا لهذه المنافع ولهذا العطاء والإكرام منه سبحانه وتعالى. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة، وقد جاء من حديث غيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فليصل رحمه. فجعل سبحانه الأعمال التي فيها نفع للآخرين جعل لها مكافأة عظيمة من قبله، وجعل فيها من النفع ما جعل. ولا يفهم من هذا أن الأعمال القاصرة على العبد التي ليس فيها نفع العبد للآخرين أن المكافأة من الله للعبد أنها ضئيلة وقليلة، لا، بل إنها أساس الأعمال التي فيها النفع للآخرين، وهي أساس المكافأة، لأن الأعمال القاصرة على العبد أكثرها في حق الله وفي عبودية الله وفي إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، من ركوع وسجود وصلاة وصيام إلى غير ذلك مما هو من العبادات العظيمة التي هي قاصرة على العبد، ولكنه يحقق بها عبودية الله فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقد أحببت أن أذكر على مسامعكم بعض القصص الصحيحة التي ينتفع بها العبد ويزداد انتفاعا. ومن خلال ذكر هذه القصص يعلم العبد المؤمن أن من كان بالله أعلم، ومن كان له أتقى، ومن كان أطوع وأقوم بالعبودية وأعظم أداء للحقوق كان له من الله عز وجل ما ليس لغيره من المكافأة الخاصة. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يسير في أرض فلاح إذ سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي أرض فلان. فهذا الذي سمع الصوت بالسحاب أخذ في المشي ذاهبا إلى الأرض التي سمع أن الملك قد أمر بإسقاء هذه الأرض، فذهب إلى حديقة
فجاء وقد صبت السحاب ماءها في شريج الحديقة وفي مسقاها، وإذا برجل في هذه الحديقة معه مسحة أي مجرفة وهو يصرف الماء في حديقته. فقال الرجل هذا الذي سمع الصوت في السحاب، قال له: يا فلان ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان الذي سمعه في السحاب. فقال له هذا صاحب الحديقة: وماذا تريد من اسمي حتى تسأل عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب يقول: اسقي أرض فلان، اسقي أرض فلان، فرأيت الماء ورأيت السحاب قد صبت ماءها إلى شريك حديقتك، وإذا بالماء يتدفق على حديقتك دون غيرك. فقال صاحب الحديقة لهذا الرجل: أما وأنك قد قلت لي ما قلت فإني سأخبرك، أي سأخبرك بعملي الذي جعله الله سببا لتخصيصي بإنزال المطر علي دون غيري، وإسقاء حديقتي وسقيا حديقتي دون غيري. قال له: أما إني ما يخرج من هذه الحديقة أتصدق بثلثه وآكل أنا وأولادي وأهلي ثلثه، وأرد عليها ثلثه، أي ليزرعها من جديد. والشاهد من هذا أن هذا الرجل كثير الصدقة، حتى جعل ثلث ما يخرج من أرضه جعله صدقة لله على عباد الله سبحانه وتعالى. وأخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن أبا ميسرة كان إذا جاءه العطاء، والعطاء هو المال الذي يجعله ولي الأمر للمحتاجين ولمن يرى أن يعطيهم، كان أبو ميسرة إذا جاءه العطاء أخذ يتصدق منه بجزء، أخذ جزءا يتصدق به، ثم يعطي المال لأهله فيعدونه فيجدونه كما هو، يعني ما نقص، مع أنه قد تصدق منه بشيء كثير. فقيل لأولاد أخي أبي ميسرة: لو أنكم تتصدقون مثلما يتصدق أبو ميسرة. قالوا: إننا إذا تصدقنا نقص مالنا. فقال أبو ميسرة: أما إني أتصدق ولا أشترط على ربي، أي لا أشترط أن يرد علي ما تصدقت به حتى يبقى المال كما هو بدون نقص. قال: لا أشترط على ربي. ومعنى هذا أن الله عز وجل جعل لهذا الرجل مكافأة خاصة، أنه ما تصدق به الله عز وجل يكافئه ويعيد عليه من المال مثله. هذا من كرم الله الخاص لمن يشاء من عباده المؤمنين. كذلك أيضا أخرج السلفي رحمه الله تعالى قصة صحيحة، قال الذهبي فيها إنها قصة صحيحة وحكاية صحيحة. هذه القصة جرت على لسان محمد بن المثنى العنزي، وهو أحد المحدثين رحمه الله تعالى. هذا الرجل أصيب بمرض الزمانة، ومرض الزمانة هو المرض الذي يعيق العبد عن الحركة ويقعده عن المشي، فأصيب بهذا المرض مدة من الزمان. قال محمد بن المثنى رحمه الله: بينما أنا في ليلة باردة شديدة البرد، قال: قمت وتوضأت وصليت وجثوت على يدي وعلى رجلي ودعوت الله فقمت أمشي. فهذا الرجل من الله عليه بالعافية بعد مدة من بقاء المرض،
واستمرارية المرض فيه كما سمعت، لأنه أخلص العبادة له وأقبل بالتضرع والدعاء بين يديه سبحانه وتعالى. فهذا من تفريج الله للكرب، ومن دفع الله للبلاء، ومن رفع الله للأذى عن عبده وعن وليه. كذلك أيضا أخرج أبو نعيم في الحلية وهو أثر صحيح عن خلف ابن تميم قال: كنا في سفر مع إبراهيم ابن أدهم، قال: فقيل لنا إن الأسد قد اعترضكم في طريقكم، إن الأسد قد اعترضكم في طريقكم. ومعنى هذا أنه يخشى عليهم أن يفترسهم الأسد. قال إبراهيم بن أدهم: نمشي. فلما وصل إليه إبراهيم بن أدهم قال له: يا أبا الحارث، إن كنت قد أمرت فينا بأمر فأمضي في تنفيذ أمرك، وإن لم فتنحى عن طريقنا. فالأسد تنحى. ثم قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: قال: ما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، اللهم بقدرتك علينا فارحمنا، اللهم بقدرتك علينا فارحمنا، وبرجائنا فيك لا تهلكنا. هذا الأثر صحيح. كذلك أيضا أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة، وأخرج أبو نعيم في الحلية، وهو أثر حسن عن خلف ابن تميم قال: كنا في سفينة في البحر، قال: فاشتدت الرياح وخاف الناس من الهلاك، فأخذ الناس يصيحون ويدعون. فقال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: اللهم كما أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ورحمتك، فأرنا عفوك ورحمتك. قال: فسكن البحر كما كان ساكنا. قال: وخرجنا بنعمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أخرج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قصة صاحب الرغيف. قال الوزير ابن الفرات لأحد كتابه: إن نيتي فيك سوء، إن نيتي فيك سوءا. فقال: فلقد هممت أن آمر جنودي بقبضك وبأخذ مالك. قال: ثم إني رأيت في المنام. هذا الوزير يقول للرجل هذا، يقول: إني رأيت في المنام أني أرسلت إليك بجنود لقبضك فتمنعت عني ولم يصلوا إليك. قال: فأمرتهم بقتالك بالسهام وبالسلاح. قال: فكلما ضربوا دفعت ذلك برغيف في يدك، دفعت ذلك برغيف في يدك. فأخبرني عن الرغيف، أخبرني عن الرغيف. فقال له: أما وإنك قد سألتني. قال: فإن أمي كانت تضع عند نومي تضع رغيفا تحت وسادتي، فإذا أصبحت تصدقت به عني، فإذا أصبحت تصدقت بها عني. فاستمرت على دأبها هذا حتى توفاها الله. فلما توفاها الله قمت أنا بذلك، فكنت أضع رغيفا تحت وسادتي في الليلة، فإذا أصبحت تصدقت به. قال الوزير: قال: إذن هذا هو الذي كان السبب في الدفاع عنه، والله إني لأحبك ولا أسوء فيك أبدا، ولا أسلمك لأحد، ولا أسلمك لأحد. فهذه القصص وأمثالها كثير من أنواع القصص تبين لنا أن الله عز وجل له عناية خاصة بمن أكمل عبادته، وبمن أحسن الطاعة، وبمن
والعبودية له سبحانه وتعالى. فما أحوجنا يا معاشر الحاضرين إلى أننا نعبد الله كما يريد وكما يرضيه، لا كما نريد ولا كما نرضي أنفسنا وأهواءنا. فإن المسلم كلما كان لله أطوع وبدين الله أقوم ومن الله أخوف كانت صلته بالله أعظم، وكانت عناية الله به أكبر وأعظم. فنحن فقراء إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. واستفدنا من هذه القصص بعمومها عظيم ما يفرج الله به عن عباده المؤمنين، وما يدفع الله به عن عباده المؤمنين، وما ييسر الله به لعباده المؤمنين، وما يزيد الله به من الهدى والتقوى لمن يشاء من عباده المؤمنين. فانظروا أين أنتم من الله. قال بعض العلماء: إذا أردت ما لله، إذا أردت ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إذا أردت ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. فلا تكتفي بأن تطلب من الله كل ما تريد مما تنتفع به في دنياك وأخراك. وإذا طلب الله منك ما طلب من الطاعات والعبادات والبر والإحسان إلى الخلق والتعاون مع الناس على البر والتقوى، فإذا بك لا تنشط لما طلبه الله ولما دعاك إليه ورغبك فيه وحثك عليه وشرع ذلك. هذا كله من مصلحتك أنت. الله غني حميد، إنه لا ينتفع بعبادتنا له، ولا يزداد ملكه ولا عظمته بعبوديتنا له، بل إن هذه العبودية كما سمعتم مردودة علينا وراجع إلينا ثمارها ومنافعها في الدنيا وفي الآخرة. فهذا من كرم الله. فالله كريم على جميع العباد، أكرم العباد وأحسن إليهم بصنوف النعم وأنواع العطايا. حتى الكفار أنعم الله عليهم بما أنعم عليهم من نعم الدنيا، ولكنه حرمهم ومنعهم من أعظم النعم، وهي نعمة الدين ونعمة الإسلام والإيمان ونعمة الطاعات له سبحانه والبر والإحسان بخلقه كما أراد سبحانه وتعالى. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن التعاون على الخير وإقامة الخير وتثبيت الخير ودوام الخير فينا من مهمات عباد الله الصالحين، لأنهم يعرفون قدر فعل الخير وقدر بقاء الخير ودوام الخير. فكونوا أعوانا على الخير ما دمتم على قيد الحياة. فليحذر كل مسلم أن يسلك مسالك تقطيع الخير وإذهاب الخير ومحاربة الخير. يحذر كل مسلم من أن يكون كذلك، بل المطلوب من كل مسلم أن يجاهد نفسه وأن يحاسب نفسه وينظر ماذا يفعل من أنواع الخير فيما بينه وبين الله، وهكذا فيما بينه وبين الخلق والعباد. فإن هذه مهمة المسلم الموفق المسدد الذي اختاره الله، بل الذي زاده الله اختيارا منه واصطفاء له واجتباء. فهذه وظيفته، والحمد لله. فلا يكن همك أيها المسلم إلا أن تتزود من الخير، وأن تكون إلى الأحسن وإلى الأكمل وإلى الأكثر من أفعال الخير. فاحذر أن تسد الأبواب عليك، احذر أن تسد أبواب الخير، فأبواب الخير واسعة، والخير لا نهاية له،
الخير لا نهاية له، والمسلم يأخذ منه ما قدر على ذلك وما تيسر له، مع الصدق في ذلك والسعي في ذلك وبذل الجهود التي توصله إلى أفعال الخير وإلى التعاون على البر والتقوى. فهذا من نعيم الحياة، هذا من نعيم القلوب، وهذا من غذاء الأرواح. إنك عندما تحسن عبادة الله، وعندما ترحم عباد الله وتحسن إلى خلق الله، تجد انشراحا في الصدر وطمأنينة في القلب، وتجد قوة في البدن، وكذلك تجد راحة في البال، وكذلك تجد زكاء في النفس واستنارة في العقل. فمنافع الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة إنها لكثيرة كثيرة، وكيف لا تكون كذلك وهي من الله الذي لا نهاية لكرمه ولا نهاية لفضله وإحسانه على عباده. أفلا تكون هكذا مع الله عز وجل؟ أفلا يرضى كل منا، رجال ونساء وحاكم ومحكوم، أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ما وجد إلى ذلك سبيلا؟ يا عباد الله، ما انتفعنا بالشرور، بل تضررنا بذلك في ديننا ودنيانا وأخرانا. فالعاقل لا يبقى مصرا على ما يعود عليه الضرر وعلى ما يعظم الضرر عليه من قبل الله عز وجل. أخرج أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فيا من عجزت عن أن تكون خيرا، عن أن تفعل الخير للناس وأن تبذله في الناس وأن تعين الناس عليه، يا من عجزت عن هذا، مع أن هذا العجز مذموم، يا من عجزت عن هذا، فعلى الأقل كف عن الشر، كف شرك عن الناس، فهذا خير لك والله، هذا خير لك والله. فالأعمال الصالحة بين العبد وربه وبين العبد مع العباد إنها كما تعلمون إنها من توفيق الله العظيم لمن يشاء من عباده. ولا بد أن نعمل إما في الخير وإما في الشر، إما في السنة وإما في البدعة، إما في طاعة الله وإما في معصية الله. فلا بد لك من عمل، لأنك خلقت للعمل فلا بد منه. فالعاقل لا يرضى أن يصرف نفسه وأن يجندها في الأعمال التي تغضب الله وفي الأقوال التي تسخط الله. العاقل والموفق لا يقبل هذا أبدا، بل إنه يعلم أنه اختار لنفسه الاختيار السيء القبيح عندما يختار أن يكون في أعمال وأقوال تغضب الواحد القهار سبحانه وتعالى. فجددوا النشاط في طاعة الله وفي الإقبال على الله. والعشر قادمة علينا، 10 ذي الحجة الأول قادمة علينا من الغد. فالمطلوب من المسلم أن يزداد خيره في هذه العشر، وأن يكف عن الشر ويجاهد نفسه على ذلك، وينظر ما الخير الذي يتسهل عليه والذي يقدر عليه ويتوجه إلى ذلك. فأبواب الخير كثيرة ومفتحة والحمد لله. فإذا ضاق عليك باب فهنالك أبواب مفتوحة والحمد لله، كما سمعتم وكما تعلمون من أنواع الطاعات والعبادات. ومن ذلك الإقبال على الازدياد من صلاة النوافل وصيام النوافل، وهكذا من صدقات النوافل، وهكذا الإقبال على العلم النافع
وهكذا الإقبال على الإصلاح بين الناس والعفو والصفح، وهكذا أيضا الإقبال على الدعوة إلى الله ونصح العباد وإرشادهم إلى ما في الخير، وهكذا الإقبال على عبادات أخر وأعمال صالحة أخرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اجعل الدائرة عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم زد المسلمين صلاحا وزدهم هدى وتقى. اللهم سهل لهم طاعتك، اللهم جنبهم معصيتك، اللهم خذ بأيديهم إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم سهل لهم اتباع رسولك وجنبهم الابتداع في الدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أمن المسلمين في دورهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اكشف عنهم الضر، اللهم اكشف عنهم الضر وادفع عنهم البلاء والنقم وابسط عليهم النعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقم الصلاة.